بجد انا دمعت لما شفت الكلام اللي مكتوب على الفيديو ده. لما يتقال على المصريين كده لما فرحانين بالاسد وهو بيعاملهم على انهم شحاتين. حد يقول لي ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي وصلنا للي احنا فيه ده؟ وازاي في ناس بتقبل على نفسها كده؟ كنت قلت في فيديو قبل كده ان الفرق بين دول والشحاتين اللي في الشارع ان دول بيشحتوا بالدولار ودول بالجنيه المصري عادي. بس انتوا السبب في انكم وصلتوهم لكده بدعمكم للناس اللي بترقص واللي بتقدم محتوى تافه حتى لو بتتريقوا عليهم. ناس نسيت ربنا فاكيد طبعا ربنا هينساهم. تكسبوا قد ايه في الدنيا بس شوفوا في الاخر هتكونوا فين. الفلوس مش هتاخدها معاك، بس اللي هتاخده معاك هو عملك اللي انت عملته، رأسك قدام الكاميرا، سواء بتعمل حاجة تغضب ربنا، تقدم محتوى تافه وتضحك بس الناس علشان تقدر ان انت تاخد فلوس. وكبسوا يا شباب وتهين نفسك وتهين اللي ربنا كرمك فيه. ربنا كرمك كبني ادم وانت بتهين نفسك. انا عن نفسي لما بقيت الاقي حاجه زي كده ما بقيتش اسكت، بقيت اخش اعمل لهم هما الاتنين بلوك علشان ما حدش فيهم يظهر قدامي تاني. وانت برضو عليك انك تعمل زي كده.